المصريين في خطر ليه بقى؟ الخبر اللي انا لقطته سيء لاصحاب المزاج، يزعل اصحاب الكيف والمزاج، المزاج بس البريء يعني، والكيف الحلالي. الادمان الحلال. فنجان القهوه في خطر. في ازمه في مخزون البن في مصر. نحجز في المصحات عشان الادمان الحلال نتعالج منه ولا ايه؟ اللي موجود في مصر يكفي شهر، فبالتالي ده معناه ان السعر اكيد هيزيد. اسعار البن بتزيد. اسعار البن بتزيد، ما هوش سلعه اساسيه يعني في حياتنا. اولا احنا مجتمع شريب شاي يعني مش شريب بن. في مشكله في الشاي، مزاج المصريين يا فندم. مخزون اللي جاي للشاي يكفي 5 اشهر. مش هنلاقي شاي. طيب خلي الناس بقى تنبسط 5 اشهر وبعدين يحلها حلال. شاي العروسه يعني مش عارف، يعني واضح ان هم فاكرين ان هم ملكوا البلد بقى، وهم ايه، هم الشاي بقى. اسئله غريبه والله. مساء الفل يا نجم، شايك ايه؟ اهو ده برضه سؤال عجيب يا ابني. ما سالش حد شايك ايه بالعقل كده. العروسه ما انا عارف ان العروسه، انا قصدي بس العروسه خفيفه، العروسه تقيل، العروسه بفتله، العروسه كشري، العروسه سكر بره، العروسه سكر دايت، العروسه من غير سكر خالص، العروسه النعنع. شاي العروسه وبس. شاي تيتا فادية بتقول مش ضروري الشاي نستغنى عنه. انا مش شريب شاي ولا انا. ومزاج المصريين ما بيتظبطش غير بالشاي والقهوه، بلاش اقول حاجه تانية. سيبكوا بقى من القهوة الفرنساوي والنسكافيه والكابتشينو. خالد يا عوض ودوني الورشه. دكتور أسامة حمدي أستاذ البطنة والسكري بجامعة هارفارد. اهلا بك يا استاذ حمدي. الناس متصورة عشان تاكل أكل صحي ده محتاج مستوى اقتصادي معين عشان تواجه متطلبات الوضع. انا اقول لك خبر كويس. اتفضل. عناصر الرفاهيه دي اللي موجوده في الاكل هي عناصر الخطوره والمرض. تاني، عناصر الرفاهيه في الاكل، الانواع اللي احنا عملناها، البذخ ده والنوعيات دي كلها، ده الخطر في ده هو الخطر، ده المرتبط ارتباط اساسي بالامراض. لو انت بتاكل لحوم كل يوم وفيها دهون، ما مرتبط ارتباط وثيق بامراض القلب، واخد بالك؟ يعني الفقر في حين الغلبان الفقر صحه، يعني الفقر صحه، وانك ما تملاش بطنك صحه، انك تفضل جعان حتى صحه. روح هات اعمل لي شاي. ما هو في ايدك اهو يا معلم. اهو اعمل شاي عشان الكوبايه اتكسرت. ما هو الكوبايه في ايدك يا معلم. اهي روح اعمل شاي بقى. ماشي، هي نصيبها كده، فداك يا معلم. حاضر.